السلام عليكم يا شباب، اهلا وسهلا بكم في قناتي قناة محمد عصام. النهارده انا جاي اشرح لكم ازاي تظهر الكيبورد ده. فلو انت عاوز تظهره تابع معايا. وقتكم دول يا شباب زي ما انتم شايفين. طبعا عشان تظهر الكيبورد دوت بسهولة هتبدأ ان انت هتدوس على سطح المكتب كده كليك شمال، وهتبدأ ان انت هتدوس على ناو او نيو، وهتبدأ ان انت هتخش على حاجة اسمها شورت كات. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين بدأ ان هو يظهر القايمة ديت. هبدأ ان انا اكتب فيها حرف الاو اس كي. تمام يا جدعان، هتلاقي سيبها لكم في الوصف. وبعدين هتقوم دايس على نيكست، هيجيب لك ديت تقول له فينيش. اهو يا جدعان بدأ ان هو ظهر لي ديت زي ما انتم شايفين. هبدأ ان انا اخش عليها كده. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين لوحة المفاتيح اتحملت معانا بكل سهولة، او ظهرت معانا بكل سهولة. هنا بقى يا جدعان لو انت عاوز تقلب لوحة المفاتيح دي عربي، هتبدأ ان انت هتدوس على شيفت اول. اهو يا جدعان عاوز تقلبها انجليزي تاني هتدوس على شيفت مرة واحدة ومرتين على اول. اهو يا جدعان زي ما انتم شايفين. تعالوا كمان نجربها، يعني نعمل شيفت وقلت ونبدأ ان احنا نظهر حاجة عشان نجرب فيها، عشان اوريكم يا جدعان ان هي شغالة زي الاكس. يا جدعان هبدأ ان انا هكتب مثلا اسم قناتنا قناة محمد عصام. يا جدعان واكتبها كمان بالانجليزي لان اصلا قناتنا بالانجليزي. اهو MOHAMED فاصلة بالمسطرة ESAM. اهو يا جدعان كده انا جربت الانجليزي وجربت العربي. لو انت بقى عاوز تعمل مثلا زي الياهو او الشباك او علامة الدولار ديت او علامة في المية او الحاجات ديت يا جدعان، طبعا لو دوست عليها هتكتب لك الارقام الاول. تمام، هتدوس على كلمة شيفت وهتدوس على اللي انت عايزه. مثلا عاوز علامة ياهو هبدأ ان انا ادوس هنا كده، عمل لي يا جدعان علامة ياهو. عاوز ان انا اكتب ارقام هكتب ارقام عادي. يعني مثلا دلوقتي لو انا عايز اعمل شباك بقى هدوس على كلمة شيفت وهدوس على شباك كله كده. بس كده يا جدعان، وكانت دي نهاية الفيديو. شكرا لكم.